السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة الجلاش بالسبانخ والجبنة. وصفة جميلة شديد، تنفع لفطور أو غداء أو عشاء في كل الأوقات. طعمها جميل وحاجة خفيفة ولذيذة. يلا نبدأ. المكونات: أول حاجة بنحتاج لسبانخ وورق جلاش، بصلة متوسطة، توم مفروم، جبنة بلدية أو أي نوع جبنة حامضة متوفر عندكم، زيت نباتي، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، حليب، توم، كزبرة، فلفل أسود. على النار نخد الزيت ونضيف عليه البصلة ونحركها. أضيف عليها التوم. البصلة ما بنحمرها، بس أول ما تدبل نضيف عليها السبانخ، نحركها شوية ونضيف ليها توابل الفلفل والملح والكزبرة، ونرجع نحركها. أول ما تبدأ تدبل معانا كده بتكون أصبحت جاهزة. أخدها في إناء تاني واستناها تبرد وأنزل عليها بالجبنة. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا أي نوع جبنة يكون حامض متوفر عندكم. أخلطهم مع بعض وأبدأ أجهز في الخليط اللي ححشي به الجلاش. أضيف البيضتين، معاهم الحليب، وشوية من الزيت النباتي، وملح وفلفل أسود وكزبرة، شوية شوية من كل واحد فيهم، واخلطه مع بعض. كده أصبح جاهز. أجيب الصينية هحطها في الفرن، أدهنها بزيت. أخد 3 طبقات من الجلاش وأدهنها بالخليط اللي عملناه قبل شوية، وأضيف الحشوة بتاعت السبانخ، وألفها رول. ممكن تعملوها صوابع، ممكن تلفوها بالطريقة دي، ممكن تشكلوها براحتكم. ونواصل باقي الكمية برضو نفس الشي. أشيل 3 ورقات، أدهنهم بالخليط وأضيف الحشوة وألفها رول، وأجي أرصها تاني في الصينية لما تخلص الكمية. سهلة وبسيطة وما بتاخد زمن. بباقي الخليط أدهن الوش بتاعها، وحسب الرغبة ممكن تزينوها بكمون أو سمسم، الحاجة اللي انتوا بتحبوها. ده شكلها النهائي. دخلتها الفرن درجة حرارة 250 لمدة نصف ساعة من فوق وتحت. شوفوا شكلها النهائي، وطعمها لذيذ وحلو. بتمنى انه تنال اعجابكم.